سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية عمل الإعدادات الخاصة برأس وتذييل الصفحة headers and footers. والأجزاء header وfooter عبارة عن مناطق خاصة في المستند تظهر في الأجزاء العلوية والسفلية في جميع صفحات المستند، وعند وضع أي بيانات في هذه المناطق سوف تظهر في جميع صفحات المستند. ويمكننا وضع العديد من البيانات داخل الأجزاء header وfooter مثل أرقام الصفحات واسم الكاتب والعديد من البيانات الأخرى. وفي هذا المثال سوف نقوم بوضع عنوان البريد الإلكتروني للشركة وتاريخ إنشاء المستند في الجزء footer. ولعمل هذه الخطوات نفتح القائمة View ونختار Header and Footer، فيقوم البرنامج بإظهار الجزء Header كوضع افتراضي، كما يظهر شريط الأدوات Header and Footer الذي يمكننا من التحكم في الإعدادات الخاصة برأس وتذييل الصفحة. ونلاحظ أن المستند قد أصبح غير فعال، بمعنى أننا لم نتمكن من إجراء أي تعديلات على باقي أجزاء المستند. وباستخدام شريط الأدوات Header and Footer سوف يمكننا عمل الإعدادات الخاصة بهذه الأجزاء. فمن القائمة Insert Auto Text يمكننا إدراج عدد من الجمل التلقائية مثل اسم الملف أو اسم الكاتب أو تاريخ آخر طباعة للملف والعديد من البيانات الأخرى. كما يمكن إدراج أرقام الصفحات بالضغط على المفتاح Insert Page Numbers، أو إدراج عدد الصفحات الموجودة في المستند بالضغط على المفتاح Insert Number of Pages. كما يمكننا تنسيق الأرقام المستخدمة لإدراج أرقام الصفحات بالضغط على المفتاح Format Page Number كما سنتعلم في الخطوات القادمة، إضافة إلى إمكانية إدراج التاريخ بالضغط على المفتاح Insert Date. وبالضغط على Insert Time سيتم إدراج التوقيت الحالي. وبالضغط على المفتاح Switch Between Header and Footer سوف يتم التنقل بين الجزء Header والجزء Footer. ويمكننا الانتقال إلى الجزء Header أو الجزء Footer السابق بالضغط على المفتاح Show Previous. وبالضغط على Show Next سيتم الانتقال إلى الجزء Header أو Footer التالي. كما يمكن اختيار إظهار أو إخفاء الكتابات الموجودة في المستند بالضغط على Show or Hide Document Text. والآن نضغط على المفتاح Switch Between Header and Footer للانتقال إلى الجزء Footer، ثم نقوم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. ونلاحظ أن البرنامج يقوم بالتعرف على هذا العنوان وتحويله تلقائيا إلى رابطة لينك مع تغيير لون الكتابات إلى اللون الأزرق ووضع خط أسفل هذا العنوان، ويرجع ذلك إلى تشغيل الخاصية Auto Format في الوضع الافتراضي للبرنامج. وتعمل هذه الخاصية على تمييز الكتابات ذات الطبيعة الخاصة التي يتم إدخالها وتنسيقها وفقا للإعدادات المسبقة في البرنامج. والآن نقوم بإضافة التاريخ إلى المستند، ونذكر هنا أنه سوف يتم تحديث هذا التاريخ في كل مرة يتم فيها فتح أو طباعة هذا المستند. ويقوم البرنامج بالحصول على البيانات الخاصة بالتاريخ من الساعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر. والآن نقوم بوضع المؤشر في منتصف السطر، ثم نضغط على مفتاح Insert Date. وللعودة إلى نظام تعديل المستند بشكل عام نضغط بالمؤشر ضغطا مزدوجا داخل أي جزء في المستند، أو نضغط على مفتاح Close في الشريط Header and Footer. ونلاحظ أن البرنامج يعود إلى موضع نقطة الإدراج، فنحرك المؤشر المنزلق الرأسي للوصول إلى الجزء Footer لمعاينة ما قمنا بعمله. ونلاحظ أن البيانات الموجودة في الجزء Footer تظهر بلون رمادي، وذلك يدل على أنه لا يمكن اختيار أو تعديل هذه البيانات. ولكن عند الدخول إلى الجزء Header and Footer سوف تظهر هذه البيانات بلون أسود دليلا على كونها متاحة لإجراء التعديلات عليها. وسوف نتعرف الآن على كيفية إدراج أرقام الصفحات في الجزء Footer. وكما ذكرنا في الخطوة السابقة أنه يمكن إضافة أرقام الصفحات بالضغط على مفتاح Insert Page Numbers من شريط الأدوات Header and Footer. كما يمكن أيضا إضافة أرقام الصفحات بفتح القائمة Insert واختيار Page Numbers. ومن القائمة Position في هذا المربع الحواري نختار موضع إدراج الأرقام، سواء أسفل الصفحة باختيار Bottom of Page Footer وهو الاختيار الافتراضي للبرنامج،
أو وضع الأرقام أعلى الصفحة باختيار Top of Page Header. ومن القائمة Alignment نختار موضع الأرقام بالنسبة للسطر سواء على اليمين أو إلى اليسار أو في المنتصف وهكذا. وبتشغيل الاختيار Show Number on the First Page سيتم وضع رقم الصفحة في الصفحة الأولى من المستند. والآن نضغط OK للخروج من المربع الحواري، فيتم إضافة أرقام الصفحات مباشرة كما نرى. وسوف يقوم البرنامج بتحديث أرقام الصفحات تلقائيا عند حذف أو إضافة صفحات جديدة من أو إلى المستند. ويمكننا تعديل البيانات الموجودة في الأجزاء Header and Footer بالشكل الذي نريد. فإذا أردنا مثلا تعديل التنسيق الخاص بأرقام الصفحات، ندخل إلى الجزء Footer مرة أخرى سواء بفتح القائمة View واختيار Header and Footer أو بالضغط المزدوج على هذا الجزء. ومن شريط الأدوات نضغط على مفتاح Format Page Number فيظهر المربع الحواري Page Number Format، فنضغط على السهم الموجود في القائمة Number Format ونختار الأرقام الرومانية مثلا، ثم نضغط OK. ونلاحظ أن شكل أرقام الصفحات يتأثر بنوع الخط المستخدم لعمل الكتابات في الجزء Footer. والآن نضغط على المفتاح Close لإغلاق الجزء Header and Footer.